النهاردة يا صديقي هتحصل ظواهر كونية غريبة ونادرة والأول مرة تتجمع مع بعض في وقت واحد. طيب إيه سببها وهتحصل إزاي وليه هتحصل أصلا؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، بس ما تنساش تعمل لايك وشير لأصدقائك علشان ما يفوتوش الحدث ده. تخيل إن الكون قرر فجأة يطفي أنوار السماء كلها علشان يجهز المسرح لأكبر عرض فلكي النهاردة الأربعاء 12/8/2026. القمر الجديد هيختفي تماما ويسلم السماء ضلمة سودة نقية، مش علشان ينام إنما علشان يكون مهندس إضاءة كونية، ويسمح لست كواكب و100 شهاب في كل ساعة إنهم يبقوا تحت دائرة السطوع الخافت في الليل. ووقتها السماء مش هتكون مجرد فضاء مظلم، دي هتكون لوحة فنية مرسومة بعناية، من كسوف الشمس لسطوع الشهب واصطفاف الكواكب وميلاد المحاق، وكلهم هيتجمعوا في توقيت واحد وكأنهم متفقين على الميعاد ده يتقابلوا فيه مع بعض. لو عايز تعرف أكتر عن الأربع ظواهر اللي هيتجمعوا مع بعض النهاردة الأربعاء، تابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لكل جديد. لو فاكر يا صديقي إن النجوم والكواكب بتتحرك في الفضاء بشكل عشوائي، فالنهاردة هغير نظرتك تماما، لأنه سمائنا هتستقبل حزم من الألعاب النارية الكونية، وفي نفس الوقت 6 كواكب هتوقف في طابور واحد في عرض مبهر. والسر في الوضوح اللوحة دي هو البطل الخفي القمر الجديد اللي هينسحب من المشهد علشان العرض الرائع ده يبان. الظاهرة الأولى اللي عندنا صديقي هي ظاهرة القمر الجديد أو المحاق، ودي ظاهرة بتحصل كل 29 يوم ونص. القمر وقتها بيكون بدون إضاءة وفي وش الشمس ووش الأرض، وأحيانا بيترتب عليها كسوف للشمس وأحيانا تانية لا، وده متوقف على مين مدار القمر بالنسبة لمدار الأرض حوالين الشمس. فممكن تتكرر الظاهرة دي ومش بالضرورة كل مرة يحصل كسوف للشمس، ولكن من حظنا المرة دي إن الميل هيخلي كسوف الشمس يحصل. الظاهرة التانية صديقي لو ما تعرفش، فكسوف الشمس مش إنذار شؤم ولا نهاية عالم زي ما الناس كتير بتطلع عنه كلام. دي ظاهرة كونية عادية جدا ومكررة، واللي بيحصل فيها إنه القمر بيبقى معدي ما بين الشمس والأرض، بيبقوا التلاتة على خط واحد، وفي اللحظة دي نور الشمس بيتحجب عن الأرض وفي منطقة معينة، وهو المقصود ده بالكسوف. كسوف يا صديقي نوعين، الأول جزئي يعني جزء بس من الشمس بيتم حجبه من خلال القمر، والنوع الثاني كسوف كلي يعني الشمس كلها بتبقى محجوبة عن الأرض. وفي اللحظة دي الظاهرة دي ممكن دول تلاحظها بوضوح ودول تانية لا، على حسب كل مرة بتحصل فيها. المرة دي بقى في أماكن هتكون فيها كسوف جزئي زي الولايات المتحدة، وأماكن تانية هيكون فيها كسوف كلي زي جرينلاند واسكتلندا والمحيط الأطلسي وشمال أسبانيا وجزء صغير من شمال غرب البرتغال. وقالت وكالة ناسا إنه هيبقى لمدة دقيقتين تقريبا. طيب هل إحنا في مصر والمناطق العربية هنشوفه؟ الحقيقة لا، المرة دي مش هيعدي علينا، ممكن مرة تانية بقى إن شاء الله. ولكن تعال أقول لك على الظواهر التانية اللي ممكن تشوفها. تخيل معايا المنظر ده، تبقى قاعد كده في البلكونة النهاردة في منتصف الليل لحد الفجر يوم الخميس، كل ساعة تلاقي 100 شهاب طالعين طلعة ورا بعض مليين السماء بأضوائهم المبهرة. طيب حابب أقول لك بقى إنه ده مش خيال علمي، دي ظاهرة كونية واسمها زخات شهب البرشويات، وبتحصل كل سنة. الشهب دي بقى بتبقى منطلقة كده في الفضاء الواسع وبتسيب وراها مسارات متوهجة، ومن جمال الصدفات الكونية إنه السنة دي هيحصل معاه غياب للقمر علشان نورها يبان في السماء من غير ما قمر كوكبنا يغطي عليها. فجهز نفسك بقى علشان تطلع تراقب الظواهر دي في الوقت اللي قلت لك عليها. ولو ناوي تكمل المشاهدة وتتأمل للشهب داي، فاعمل حسابك بقى وخليك قاعد في ضلمة قبلها بكام ساعة، وتحديدا قبل شروق الشمس بحوالي 60 ل 30 دقيقة علشان تقدر تلمح 4 دوائر بتظهر بعيد. ولو معاك منظار هتشوف الدائرة الخامسة. أما بقى لو كنت فلكي وعندك تلسكوب بقى هتشوف 6 دوائر بالتمام والكمال. طيب دول إيه؟ دول كواكب مجموعتنا الشمسية: عطارد والمريخ وزحل.
دول اللي هنشوفهم بالعين المجردة، ولكن أورانوس لو معاك منظار هتشوفه، ونبتون لو معاك تلسكوب. ودي ظاهرة كونية صديق اسمها اصطفاف الكواكب. الكواكب كلهم بيبقوا واقفين ورا بعض كده على شكل قوس. وقول لي بقى يا صديق، هتشوف الظواهر دي النهارده وتراقب الشهب والكواكب، ولا هتكتفي بالشهب، ولا مش هتفتح شباكك أصلا؟ لو عايز تعرف الوقت المناسب لدولتك قول لي في التعليقات. وبس كده يا صديقي، سلام.